ممكن مريض يفضل فترة طويلة يدور على سبب تعبه ويزور أكتر من دكتور، وفي النهاية يكتشف إن السبب كان مرض مناعي. السؤال اللي بيتكرر دايما: ليه تشخيص الأمراض المناعية أحيانا بياخد وقت؟ السبب إن أمراض المناعة الذاتية مش دايما بتظهر في صورة واضحة من البداية. ممكن تبدأ بأعراض بسيطة جدا تشبه مشاكل يومية عادية. إرهاق ممكن يتفسر إنه ضغط أو قلة نوم. ألم في المفاصل ممكن يتقال عليه إجهاد أو إصابة. جفاف في العين ممكن نقول شاشات أو جو. لكن لما الأعراض بتستمر أو تتجمع مع بعض، هنا يبدأ التفكير في سبب أعمق. كمان الأمراض المناعية ليها طبيعة مختلفة، ممكن الأعراض تزيد في فترة وتختفي في فترة تانية، وده يخلي الصورة مش واضحة للمريض. الأهم إن التشخيص لا يعتمد على تحليل واحد وبس، لكن على مجموعة من العناصر: شكل الأعراض، تطورها مع الوقت، الفحص الطبي، التحاليل المناسبة، الأشعاعات أو الفحوصات حسب الحالة. عشان كده الوصول للتشخيص الصحيح بيحتاج وقت ودقة، لأن الهدف مش بس معرفة اسم المرض، الهدف هو اختيار العلاج المناسب لكل مريض حسب حالته. لو عندك أعراض مستمرة ومش لاقي ليها تفسير واضح وبتتكرر رغم العلاج، ابعت لنا رسالتك أو اكتب سؤالك في الكومنت، وأنا هساعدك تعرف الخطوة الصحيحة للتقييم.